الجوية ومولودية الجزائر راح يواجه ظفار العماني. هذه تمريرة ومحاولة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء. جونيور والتسديد والهدف الأول. الهدف الأول الكونغولي يسجل في ظهوره في هذا اللقاء، وأول ظهور للكونغولي في البطولة العربية. يسجل القيثارة، يسجل لنادي الشرطة الهدف الأول. اللاعب مابكو جونيور الكونغولي أخيرا يصل إلى الشباك قبل النهاية ب 11 دقيقة. يسعد المدرج في هذا اللقاء في ملعب كربلاء، والنتيجة أصبحت 1-0. 1-0. ساعد نقل الكرة العرضية كانت حاضرة من علام، والتسديدة بعد ذلك من الكونغولي اللي عانقت كرة الشباك. أخيرا وصل نادي الشرطة، أخيرا وصل نادي الشرطة إلى شباك الكويت. والعميد كيف ستكون ردة فعل الآن؟ كيف ستكون ردة فعله؟ خذ لك متعة في 10 دقائق متبقية، راح تكون مثيرة ممتعة ما بين الفريقين. ننتظر ونتأمل الكثير في اللحظات القادمة. الكرة الأخيرة التي انتهت في الشباك عن طريق اللاعب الكونغولي مابكو جونيور صاحب الهدف الأول في الثاني. واللحظات الأخيرة من هذا اللقاء، الكرة ملعوبة الآن خطيرة، والهدف الثاني يأتي، الهدف الثاني يأتي. الكونغولي يسجل، الكونغولي يقضي على أمل الكويت ويصل بالقيثارة إلى دور ال16 بهدف ثاني قاتل، هدف ثاني قاتل. مابكو جونيور البديل، الورقة الرابحة، الورقة الرابحة لنادي الشرطة. يصل بنادي الشرطة إلى دور ال16 في لحظات أخيرة، في لحظات مثيرة. الشرطة العراقي يتفوق بهدفين ويصل بهذين الهدفين إلى دور ال16. محاولات كانت عديدة، أخيرة وصلت للاعب المميز اللي دخل بديلا في شوط المباراة الثاني من كرتين أمام المرمى. سجل هدفين اللاعب مابكو جونيور الكونغولي اللي في أول ظهور في ربع ساعة فقط، في ربع ساعة فقط في هذه البطولة يسجل نفسه ويسجل أجمل حضور في أول ظهور، ويتفوق ويقود نادي الشرطة للتفوق في هذا اللقاء. ويسعد الكل، يسعد الكل، يسعد المدرجات هنا في ملعب كربلاء، ويسعد المنصة الرئيسية والجهاز الفني والإداري. لحظات أخيرة، لحظات